السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة من القصص ديالنا. كيف العادة ما تنساوش لايك وسبسكرايب وتشاركوها مع صحابكم. شدوا شي كون خاوي، ديروا الكيت وطفاو الضو. مشينا. الجن هو أكثر مخلوق اللي كيشبه الإنسان. حتى هما عندهم عالم بحال العالم ديالنا، حتى هما عندهم مهن بحال المهن ديالنا، حتى هما فيهم المسلم وفيهم الكافر وفيهم الملحد، فيهم النصراني وفيهم اليهودي، وفيهم من قاع الديانات. فيهم النوع اللي كيبغي البشر وكيعاونو وبدون مقابل، وفيهم النوع اللي كيكره البشر وكيبغي يأذيه. كاين اللي كيكون موكل لهاد الشي، وكاين اللي كيأذي بلا سبب. سميتي عيسى وعندي حاليا 23 سنة. جيت نعاود لكم قصتي اللي غيستغربوا منها بزاف ديال الناس. كاين اللي غيتيق وكاين اللي لا، وجيت غير نشاركها معاكم ونقول لكم باللي الجن كاين من نوع حتى النوع اللي كيعاون الناس، النوع الطيب اللي تلقى فيه الخير اكثر من بنادم. المهم انا الطفولة ديالي دازت زوينة بزاف. كنت واحد الولد اللي مختلف على الولاد كاملين. الوالدة كانت مربياني احسن تربية. الصلاة بديتها على عمر 5 سنين. الوالدة من ديما كانت كتصيفطني للجامعة باش نتعلم القرآن، خصوصا في وقت الصيف ملي ما كتكونش عندي القراية. الوالدة ديالي كانت عزيزة عليا بزاف، كانت ظريفة ومرا اللي داخلة سوق راسها، ما كتجمعش وما كتهضرش في الناس. كانت بحال ماشي بنادم، بكثرة ما كتحاول ما دير حتى شي حاجة غالطة. الا دارت غير شي ذنب ولا شي غلط بسيط كتبقى تبكي وتستغفر الله، وانا هادشي كان كيجيني غريب. المهم الوالدة ديالي رباتني احسن تربية. قليل فين تلقاني خارج ولا كنلعب مع الدراري ولا كندير صداع في الحومة. حتى من الاساتذة ديالي كانوا كيمدحوني بزاف، حيت كنت ولد مهدن ودايها غير في قرايتي، وكنت مؤدب بزاف ومخلق. ما نهش الراس بشي واحد اللي كبر مني وما نتجابدش معاه. هادشي كله رباتني عليه الوالدة وزدت تعلمته في الجامعة. شحال من مرة لاحظت واحد الحاجة غريبة في الوالدة، كانت كتحط زلافة ديال الحليب والخبز حداها، ديما كتحطهم في العتبة. انا كنت كنقول راه يمكن كتحطهم من المشاش، ولكن حنا ما كانوش عندنا المشاش. والحاجة اللي غريبة وكتزيد تصدمني كتر هي ملي كنفيقو في الصباح وما كنلقاوش داكشي. الوالد ديالي كان قليل فين كيجي، كان خدام مع واحد الشركة وكيسوق الكار. كيجي غير مرة في السيمانة ولا 2 المرات. اغلبية الوقت كنت كنبقى غير انا وامي. بقى كنعقل واحد النهار ما كانش الوالد، وبتحدى الوالدة في بيتها، حيت حتى انا كان عندي بيتي، ولكن داك النهار قلت نبات حداها. ديك الليلة حسيت في شي شكل، حسيت بحال الا البيت مضوي واخا ما كانش شاعل الضو، ولكن ما حليتش عيني. ملي أدى الفجر الوالدة بدات كتفيق فيا باش نوض نصلي انا وياها، وهي تلقى واحد الثوب بيض كان مطوي ومحطوط حدا رجلينا. قالت لي واش انت اللي حطيتي هذا؟ قلت لها لا، مني غيجيني انا اصلا ثوب بيض. ديك الساعه ما زادتش معايا الهضره، بقات كتبسم غير بوحدها بحال الا كانت عارفه شكون اللي حطو تماك، ولكن ما رضاتش الفضول ديالي وما بغاتش تقول لي شكون. داك الثوب كان زوين بزاف ومنور وفيه واحد الريحه زوينه بحال ريحه العود. الوالده مشات خيطات به جلابه، واللي كيشوفها عندها كيقول لها طلعت زوينه، وكيسولوها على الثوب منين خداتو، واللي شافها كيقول لها منين خديتي هاد الثوب. انا في ديك الوقيته كانت عندي 8 سنين، كنت بديت القرايه وبديت كنمشي للجامع، واي حزب كنحفظو كنجيو كنعرضو على الوالده، حيت حتى هي كانت كتقرا القران بزاف، وهادشي اللي خلاني نزيد نتفاهم معاها اكثر ونتعلق بها. دوك الايام بديت كنحس بالوالده الصحه ديالها غدا وكترجع للور، وحتى ملي كنسولها مالك كتقول لي راني لاباس ما تخافش عليا. ولات عيانه وغير سخفانه، حتى صلاة الفجر بزز باش كتقدر تنوض ليها. واخا الوالد ما كانش معانا ما كانش كنعرف داك الرزق منين كيجينا، ديما الثلاجه وديما الدار عامره. الوالده كتخرج بالقفه خاويه وكترجع بها ديما عامره، واخا الوالد كان كيخلي لها فلوس قليله على قد الحال. حتى ملي كنت كنخرج معاها السوق كنت كنلاحظ هادشي، ديما الامور كانت ميسره ليها. بعض المرات كنخرجوا ما عندناش كاع الفلوس،
وكتقول لي غير زيد ولدي كون هاني، حتى كنصدقوا ملاقين بشي وحده كتعرفها وكتقسم معاها ولا كتعطيها بلا ما تطلب منها الوالده حتى شي حاجه. هادشي كان غريب بزاف، ولكن انا عشتو بصح. دازو شهور، واحد النهار عاوتاني الوالد كان في خدمته وكنت متكي حتى الوالده، حتى ناضتو هي مخلوعه وكلها عرقانه. الصراحه اول مره غنشوفها بداك الحال، بقيت كنمسح لها داك العرق وكنقول لها مالك ياك لاباس. قالت لي شوف ولدي اسمعني مزيان، انا راني مريضه وما بقى ليا والو معاك، بغيتك تهلا في راسك وما تخافش انا غنكون ديما معاك. انا ما فهمت والو في ديك اللحظه وما استوعبتش هضرتها. بقيت كنقول لها اش كتقولي يا الوالده، انت راك معايا دابا ومازال صحيحه، ما غاداش تموتي، واصلا لا بغيتي غدا نمشيو للطبيب باش يعطيك الدواء وتبراي. قالت لي لا ولدي، هاد الحاله اللي انا فيها ماشي ديال الدواء. كانت بحال الا عارفه ومتاكده بلي غادا تموت، واخا ما زارت لا طبيب لا والو. جات عندنا واحد خالتي وقالت لها لا ضروري خصك تمشي للطبيب، حالتك ما بقاتش عجباني. بززنا عليها انا وديك خالتي وديناها للطبيب، داروا لها كاع التحاليل والفحوصات، وبالفعل اكدوا لنا الهضره د الوالده. تصدمنا انا وخالتي، واخا كانوا باغيين يخبيو عليا ولكن عرفت كلشي. الوالده كان عندها المرض الخايب وفي المراحل الاخرى ديالو، واخا ما كانش باين عليها هادشي، ولكن ملي زاد طور الوالده عيات. ما فهمتش انا كيفاش عرفات، وهي ما عمرها ما زارت الطبيب ولا دارت شي تحليله. رجعناها للدار، دازت سيمانه الوالده رجعات على خير وبخير، ولات كتنوض وكتصلي وعادي بحال الا ما مريضه ما والو. واخا كنت كنقول لها عطي الراحه لراسك، وحتى الوالد ملي ساق الخبار شحال هو مقلق وكيبكي عليها وكيقول لها ريحي راسك، ما تبقايش توقفي وديري الشغل. ما كاملاش حتى شهرين وصلت الليله اللي غتموت فيها الوالده. نضت في الصباح حيت كنت قاري مع 8، كنت كنفيق مع ديك 7. يلا كنوجد راسي وكنفطر، ولكن الحاجه الغريبه اللي طرات داك الصباح هي انني ما سمعتش البوطه مشعوله وما شميتش ريحه الفطور. الوالده كانت ديما كتوجدوا لي وتحطوا لي فوق الطبله. مشيت دخلت عليها البيت ولقيتها ميته وهي ساجده. عييت ما نحرك فيها ولكن ما كانتش كتجاوب، وطاحت في الارض. كان وجهها منور وكانت ضاحكه بحال الا كانت مستعده للموت. ولكن انا بقى فيا الحال بزاف، بقى فيا الحال حيت خلاتني بوحدي، خصوصا وان الوالد ماشي ديما كيكون معايا. بكيت، ما تصوروش شحال بكيت وشحال بقات فيا. الجيران سمعوا خواتي وجاو عيطوا لخالتي والوالد، بقاو كيصبروا فيا وكيقولوا لي راها مشات للجنه، راها ماتت كتصلي، صافي دعي معاها. المهم راكم عارفين ديك الهضره. الوالد حتى هو شحال وهو كيبكي عليها، عمرني ما شفتو كيبكي حتى لداك النهار. ما كانش كيحسب لي كيبغيها لديك الدرجه. في الجنازه ديالها ما عرفناش داك الخير منين تدفق. كلشي الناس كلاو ومشاو وهما شبعانين وشاط الخير من الفوق وصدقنا منه. الوالد في الاول كان هاز الهم للجنازه وكيقول بلي مزير وما عندوش الفلوس، ولكن دبرها الله. انا واخا كنت ولد صغير كنت فاهم وكان عقلي كبير، وكنت مستوعب شنو غيطرى من هنا للقدام. كنت مستوعب بلي غنبقى بوحدي وما يمكنش خالتي ديني عندها تربيني حيت راجلها صعيب واصلا عندها ولادها. في الجنازه ملي كانوا مخرجين الوالده لاحظت واحد الحاجه غريبه. من بين كاع دوك الناس اللي كانوا كيبكيو وكيغوتوا كانت واحد المراه وراجل، مراه وراجل اللي ما عمرني ما شفتهم، وكانوا في شي شكل ومختلفين على كاع الناس. كان وجههم بيض ومنور، واحد البيوض هي اللي ماشي عاديه، وحتى لباسهم كان كامل بيض. الراجل كان داير عمامه فوق راسه، والمراه كانت لابسه كلشي بيض. ديك اللباس اللي كانت لابسه فكرني في جلابه الوالده اللي كانت خيطات. بقاو كيشوفوا فيا، ما كانوا لا كيبكي ولا والو، كانوا مبسمين بجوج بيهم. وحتى انا لفتو الانتباه ديالي. شويه بغيت ندور عند خالتي ونسولها شكون دوك الناس. ملي جيت ندور لجهتهم عاوتاني ما لقيتهمش، ولكن لقيتهم حدايا، الراجل واقف على اليمين والمراه على اليسار. قالوا لي جينا غير باش نعزيوك. قلت لهم شكون نتوما، ما عمرني ما شفتكم. قالت لي المراه انا كنت صاحبة الوالده ديالك وهذا راجلي، كنا ديما كنزوروها وكانت عزيزه علينا. هذا حتى الراجل وقال الا خصاتك اي حاجه مرحبا، حنا ديما غنكونوا معاك. انا ما فهمت والو وما استوعبتش الهضره ديالو،
خصوصا انهم قالوا لي بلي كانوا ديما كيزوروا الوالده، والوالده انا عارفه ما كان كيجي عندها حد، كانت حدوديه لاقصى حد، لدرجه ان العيالات ديال الدرب شحال من مره كيعرضوا عليها وما كتبغيش تمشي غير باش تفادى دوك التجمعات والهضره في الناس. من بعد ما داو الوالده ودفنوها ودازت 3 ايام ديال الجنازه، تماك غادا تبدل حياتي. الوالد ولا قاصح بزاف في المعامله ديالو، ولا كيغوت على ابسط حاجه، وحتى في الخدمه. واحد النهار دار واحد الغلط لدرجه انه كان غيتقلب بالناس، عطاوه انذار شحال من مره وقالوا ليه الا كنتي عيان سير ترتاح. ولا معصب لدرجه انه ولا كيضربني وكيمد عليا يديه. كنت كرتاح ملي كيمشي للخدمه وكيخليني بوحدي في الدار، واخا كانت عليا تماره كامله. كان كيخصني نوض نوجد الفطور راسي والغدا وحتى العشاء. تحملت المسؤوليه في سن صغير، ولكن كنت عارف بلي ما عندي على من نعول. في دوك الايام كنت ديما كنحلم بالوالده، كتجي لعندي وكتقول لي انا ديما معاك وغادي نحرسك وغنتهلا فيك. واحد المره كنت عيان بزاف وفقت معطل، نط كنجري باغي نمشي للمدرسه، وقلت على الاقل ناكل شي حاجه بزربه. غادي للكوزينه حتى بانت ليا الطبله اللي كانت محطوطه على برا واللي كنفطر فيها ديما، كانت محطوطه فيها واحد الزلافه وواحد الطبسيل. تصدمت وقلت يمكن خالتي جات. بقيت كنعيط ليها ولكن ما جاوبني حد. مشيت لجهه ديك الطبله وانا نلقى الحليب والتمر وحتى الخبز. بقيت كنقول شكون اللي حط هذا الشيء هنايا، وكنسول مع راسي زعما يقدر يكون الوالد ولا خالتي، حيت هما الوحيدين اللي كيجيو لهاد الدار. كليت داكشي، داك التمر كان زوين بزاف وحتى داك الحليب جاني حلو. خديت عضه من داك الخبز، درت كتوبتي في شكارتي وخرجت كنجري للمدرسه. من بعد ما سديت الباب بانت لي خالتي حتى هي غاديه بولدها للمدرسه، وانا نسولها قلت لها واش انت اللي جيتي هاد الصباح لعندنا؟ قالت لي لا ما جيتش. علاش؟ قلت لها لا والو. صافي خليتها ومشيت دخلت. داك النهار كامل وبالي مشغول، بقيت كنقول شكون اللي حط الحليب وشكون اللي حط الخبز والتمر. تفكرت الوالده ملي كانت حتى هي فيها هاد القاعده، كانت ديما كتحط زلافات الحليب والخبز حدا الباب. هادشي جاني غريب بزاف، ما بغاش يدخل ليا العقل. نعست ديك الليله وحلمت براسي كنقرا القران، والوالده كتشوف فيا وكتضحك، ومن مورا الوالده كان واقف داك الراجل ومراته، كانوا بحال الا كيتصنتوا ليا كيسمعوني وانا كنقرا، وكان صوتي بالجهد كيتسمع بالجهد بحال الا داير الميكرو. وحتى انا عجبني صوتي حيت جاني زوين بزاف. فقت في الصباح وانا مرتاح وكنحس براسي مطمئن لواحد الدرجه ما كتصورش. بقيت كنلوم راسي وكنقول شحال ما قريت القران. ملي ماتت الوالده وليت منشغل غير بالدار وبالمدرسه. داك النهار كان عندي صباح خاوي، شديت القران وبديت كنقرا. قلت خاصني نولي نحفظو راسي بلا ما نحتاج نمشي للجامع عند الفقيه، حيت ما كنتش كنلقى الوقت. دازو دوك الايام حتى لواحد النهار جا الوالد وقال لي اجي جلس، بغيت نهضر معاك عيسى. مشيت جلست حداه في الطبله. الوالد قليل فين كيتناقش معايا في شي موضوع، كنت كنحاول حتى انا نتجنبو حيت كنت عارف باللي الموت ديال الوالده باقي مقصحو. وقال لي اسمعني يا ولدي، انا ما غاديش نبقى بوحدي، امك ماتت الله يرحمها، وحتى نتايا راك بوحدك في هاد الدار، وخاصني نجيب شي وحده اللي تونسني وتونسك حتى انت وتهلا فيك وديرك بحال ولدها. قلت ليه ما فهمتش الوالد، وخا انا فهمتو شنو بغا يقصد. وقال لي راني بغيت نتزوج، وراني لقيت واحد المراه اللي غتكون بيا وبيك، وغادا تهزنا بجوج، وحتى الا ما كنتش انا في الدار غادي نبقى مطمئن عليك. قدام الوالد ما كنتش كنقدر نهز الراس، عرفت ما نقول ليه. حسيت بيه بحال غدر الوالده، وفحال كاع داك الحب وداك البكاء اللي بكى عليا كان غير كذوب. ولكن ما قلتش ليه لا. كامله حتى 3 ايام وهو يجرني ومشينا لعند ديك المراه لدارها. كانت ساكنه هي وباها، وعندها واحد خوها صغر منا، وداك خوها السمعه ديالو خايبه في الحومه كامله. المهم الوالد هضر مع باها وقال لي حنا طالبين راغبين في بنتك، راه ساكن غير انا وولدي من بعد ما مات ليا المرحومه، وانا الشرط الوحيد اللي عندي هو تهلا فيا وتهلا ليا في ولدي مني ما نكونش. ديك المراه ما ارتاحيتش ليا نهائيا، كانت العكس ديال الوالده، كان وجهها كيبان شراني، وكنت عارفها ما غاديش تهلا فيا بحال الوالده. المهم داغي الوالد زرب على الامور وتزوج بها وجابها للدار،
كان ديك الساعه واخد كونجي. ملي كان الوالد كانت كتبين ليه بلي كتعامل معايا مزيان، كتفيق في الصباح كتوجد لينا الفطور، كتلبسني مزيان وتمشط ليا شعري وتقول لي قرا مزيان، كتصيفطني للمدرسه. واخا كاع داك التعامل اللي كانت كديرو معايا ما كنتش حاملها وما كنتش كنحس بالراحه معاها. وهادشي غيبان ملي غيرجع الوالد للخدمه ديالو، حيت ديك الساعه عاد غادا تبان على حقيقتها. وليت كنجي ما كنلقاهاش اصلا في الدار، ما كنلقاش الغدا موجود، كنخرج كنلقاها مجمعه مع العيالات اولا مشات لدارهم. ملي كنبقى نقول لها راني فيا الجوع وبغيت نتغدى كتبقى تغوت وكتقول لي ياك ما كيحساب لك انا خدامه عندك، راني مزوجه باك ماشي خدامه. ولا ديما كتجيب العيالات ويجمعوا في الدار عندنا ويبقاو يهضروا في عباد الله. وشحال من مره كانت كدير القصارات عندنا، كيتجمعوا العيالات ويبقاو يشطحوا، كيطلقوا الموسيقى على حر جهده. من بعد ما كانت دارنا كيخرج منا غير صوت القران، وما كنتيش كتسمع الحس ديال شي واحد كيغوت في الدار. واحد الليله ما كانش الوالد وقالت لي هي شوف انا راه معروضه لواحد العرس، نتايا غتبات بوحدك، ياك اصلا مولف تبات بوحدك، ما غاداش نجي في الليل غنجي حتى الغد ليه في الصباح. قلت لها صافي اللي بان ليك. ما كنتش كنبغي نطول معاها الهضره. داك النهار بالضبط كنت مريض بزاف وكنحس براسي عيان. وقفت باش نقاد العشاء ولكن ما قدرتش، كنت كنحس بالدوخه والسخانه طالعه عليا وما عرفت ما ندير، لدرجه انني بديت كنهترف وكندخل ونخرج في الهضره. رجليا بداو كيترعدوا عليا وصهدت بزاف، بديت كنحيد في حوايجي. المشكله انه ما كان معايا حتى شي واحد في الدار، وما كاينش اللي يقابلني ولا يتهلا فيا. ما عرفت حتى الدواء اللي خاصني نشرب. كان الوالد مخلي لنا واحد التليفون صغير في الدار، ولكن هي داتو معاها باش حتى الا عيطت تقول لي راني في الدار. تكيت في الفراش وبقيت كنبكي وكنتفكر في الوالده، وكنقول كون غير كانت معايا دابا. في واحد اللحظه ما بين النعاس والفياق حسيت بحال شي يد تحطات عليا. حليت عيني بشويه وانا نلقى هذيك المراه، نفس المراه اللي شفت في الجنازه. كانت يديها بارده بزاف، واستحليت وعجبني الحال. حسيت بديك السخانه اللي كانت عندي بدات كتهبط وداني النعاس حيت ارتاحيت. ملي فقت في الصباح لقيت واحد الثوب بيض محطوط على جبهتي وكان فازق. هزيتو وبديت كنشم فيه، كانت فيه واحد الريحه زوينه تقريبا نفس الريحه اللي كانت في الثوب اللي لقات الوالده. دازو سنين، ديك المراه حملات من الوالد وولدات ليه ولد وبنت. الوالد ولا مقابل غير ولادو، اما انا ما بقى حد مسوق ليا. كانت ديما الخدمه وتماره عليا، ديما السخره عليا، ديما التقضيه عليا. حتى ايامات الامتحانات ما كنتش كنقدر نركز ولا نراجع في راحتي. كانوا دوك الولاد كيغوتوا بزاف، امهم ما كتبغيش تقابلهم ولا تسكتوا، بحال الا كانت كدير ليا هادشي بالعاني. كبرت، كملت 17 عام. داك الولد اللي كان صغير ما بقاش هو نفسه الولد اللي كبر. تبدلت بزاف، ولات شخصيتي معقده، وليت معصب وباغي غير ندابز. كنت كنحس براسي بوحدي وحتى شي واحد ما كيتسوق ليا. يمكن داكشي علاش كنت باغي نخرج للطريق ونتعاطى البليه باش على الاقل الوالد يرجع يديها فيا بحال اللي كان. ولكن هادشي كاع ما وقع. واحد النهار مرات الوالد كانت كتقلب في المجوره ديال بيتي وهي تلقى واحد الطرف ديال الحشيش. ما قالتهاش ليا، خلات حتى جا الوالد ووراتو ليه، قالت ليه ما يمكنش ولدك يبقى معنا هنايا. شي نهار ولادي الصغار يهزوا داكشي ويديروه في فمهم ونصدقوا غاديين بهم للسبيطارات. العصا اللي كليت داك النهار ما نعاودش لكم عليها. حسيت بالوالد بحال الا باغي يبرد فيا غير جنونه، كان كيضرب فيما جات الضربه. وفي الاخر جمع ليا حوايجي وقال لي يلاه خرج عليا على برا، ما بقيش نشوف وجهك هنايا، نهار تجي لهنا نقرض لك رجليك. الوالد زاد كرهني كتر. انا كنت باغي غير يرجع يهتم بيا ويبغيني بحال اللي كان. خرجت وما عرفت فين نعطي الراس. مشيت لعند خالتي، ولكن قالت لي غير سمح لي يا ولدي، راه عندي البنات كبار وراجلي محال واش يقبل بيك. ما لقيت ما نقول ليها، قلت لها سمحي لي وتحركت في حالي. بقيت غير غادي كندور في داك الليل ما عارفش فين نعطي الراس. وانا غادي في داك الطريق تلاقيت بالفقيه اللي كان كيقريني في الجامع. بقى كيشوف فيا وانا كنخبي وجهي زعما باش ما يشوفنيش في ديك الحاله، ولكن بقى حتى وقفني وقال لي اش هاد الحاله وصلتي ليها؟ يا حسرة القران اللي كنتي كتعلم واللي كنت كنقريه لك،
ندمت على النهار اللي جيتي فيه للجامع ودخلتك. اش هاد الحالة وصلتي ليها؟ داير فحال شي شمكار، فحال الا ما عمرك ما هزيتي القرآن، وفحال الا ما عمرك ما صليتي حتى من باك جرى عليك. كون راه امك مسكينة دابا كتعذب في القبر بسببك. ملي جبت ليا الوالدة فحال الا غرستي ليا شي موس في قلبي، ما قدرتش نتحمل، حسيت بقلبي كيتعصر عليا، شنقت عليه حتى جاو غير الناس كيفكو، وكلشي بدا كيلومني انا وكيسبوا فيا ويعايروا، وهو كيدعي فيا زعما وكيقول لي بغيت داك القرآن اللي علمتك يخرج فيك، سير الله ياخذ فيك الحق. المهم ما خلى ما قال فيا ديك الليله، وانا الهضره ديالو ما كنتش كنسمعها. الجمله الوحيده اللي بقات كدور ليا في دماغي هي الوالده غتكون كتعذب بسببي. ولكن انا شنو درت؟ شنو ذنبي؟ زعما الوالده تكون كرهاتني بحال الوالد؟ سميت غادي في داك الليل، بعدت على الناس، ما كنت باغي نشوف حتى شي واحد، وهي ضرب ليا في راسي واحد فكره اللي ما عمرها ما طاحت ليا على البال، فكره اللي كنت من ديما كنهرب منها وكنقول مستحيل يجي شي نهار ونديرها. في ديك الليله بالضبط قررت انني ننتحر وندير حد لحياتي، وما بانت لي غير السكه ديال التران اللي كانت حدانا. حطيت داك الصاك من يدي وتميت غادي لجهه السكه، وقفت في الوسط وكنتسنى غير فوقاش يجي التران ويضربني. في ديك اللحظه تفكرت طفولتي، تفكرت الوالده وكيفاش كنت عايش معاها، تفكرت كاع داكشي اللي كنت كندير وانا صغير، والراحه اللي كنت عايش فيها، والقران اللي كنت كنقرا واللي حفظت منه 40 حزب، واللي دابا ما بقيتش عاقل مزيان عليه. من مورا ما كنت عايش غير في النور والهدايه، وليت عايش في الظلام، وكنت لاوح من زنقه لزنقه. كنت كنلوم الوالد وكنقول هو السبب على هادشي كله اللي وصلنا ليه. في ديك اللحظه كنسمع صوت التران جاي وكيقرب، كنت مستعد للموت، وقلت صافي هادي الاخرى ليا، اسمح لي يا سيدي ربي، سمحي لي الوالده. سلمت امري وقلت صافي، الموت حسن ليا من هاد العيشه وهاد الحاله اللي وصلت ليها. وانا هكاك في ديك اللحظه بالضبط غادي طرا واحد الحاجه اللي عقلي بغا يخرج، شي حاجه اللي غريبه. قلت مستحيل انها طرا. وانا هكاك واقف والتران جاي، شي يد دفعتني بزربه. ديك اليد كانت بارده وفي نفس الوقت كانت قويه. تصوروا معايا طرميت برا السكه ديال التران، والتران داز بزربه. ما قدرتش نستوعب داكشي ولا نفهمو، ما فهمت حتى لعبه. داز داك التران، بقيت كنشوف وكنحاول نفهم شكون اللي دفعني وشكون اللي حيدني من السكه، ولكن ما بان لي حتى شي واحد. اللي هزيت راسي الفوق وانا نتفاجأ، تصدمت، لقيت داك الراجل ومراتو كانوا كيطلعوا عليا من القنطره اللي الفوق، كيشوفوا فيا وكيتبسموا. كنت شحال هادي ما شفتهم، من ايامات اللي بديت كنتعاطى المخدرات وبعدت على القران والصلاه. ولكن ها هما رجعوا. يمكن الله ما بغانيش نموت في ديك الليله، داكشي علاش سخرهم ليا. طلعت كنجري حيت ديك البلاصه اللي كانوا واقفين فيها هي نفس البلاصه اللي حطيت فيها الصاك ديالي. لقيت الصاك ولكن ما لقيتهمش هما. عييت ما نتلفت ونطلع عليهم ولكن ما بانوش ليا. هزيت داك الصاك ولكن شي حاجه قالت ليا نحلو ونقلبو، ما فهمتش، وبالفعل حليته. ونلقى فيه واحد التسبيح بيض وحتى واحد الخاتم. بقيت كنقول منين جاو هادو؟ تفكر داك الراجل ومراتو وقلت غيكونوا هما اللي حطوه ليا. فهمت باللي بغاوني نرجع للطريق اللي كنت غادي فيها، بغاوني نرجع لطريق الله. هزيت داك الخاتم ودرتو في يدي، وسبحان الله من نهار اللي درتو في يدي واموري تيسرات. اي حاجه كندير فيها يدي ولا كنويها كتصدق. داك الصباح نيت لقيت خدمه، واحد الراجل كان دايز من تماك بالصدفه، وملي شافني هو يوقف ونزل جلس حدايا، خصوصا ملي شافني هاز صاكي، وقال لي فكرتيني في راسي فاش كنت صغير. حتى انا بديت من الزيرو. قلت لي راه جرى عليا الوالد ومات لي الوالده. عاودت ليه قصتي كامله. شاف داك الخاتم في يدي وقال لي هاد الخاتم زوين بزاف، وحتى الحجر اللي فيه نادر، قليل فين تلقى بحاله، شكون اللي عطاه ليك؟ قلت لي راه خلاتو لي الوالده. قال لي شوف انا راه دهيبي وكنفهم في هذا الشيء، حافظ على هذا الخاتم وعندك تبيعو لشي واحد، وعندك يضحك عليك شي واحد ويقول لك عطيه ليا. قلت لي لا، هذا راه هديه من الوالده وما يمكنش نعطيه. داك الراجل لصقني، ما فهمتش كيفاش تاق فيا، هو اول مره غيشوفني، وقال لي نخدم معاه في المحل ديالو.
كان كيبيع ويشري في الذهب. وحتى من السكنه قال لي تقدر تسكن معايا هاد الشهر الاول بيد ما تبدا تخلص، وديك الساعه تقدر تمشي تكرير راسك. وبالفعل سكنت مع داك الراجل، والمحل ديالو ولا ديما عامر. قال لي رجلك رجال الرزق، كاع الدراري اللي كانوا قبل منك ما كانوش كيخدموا بحالك، وما كانش الامور ميسره بحال هكا. المحل زاد تعرف اكثر في ديك المدينه، ولا ديما عامر ما بقاش كيخوى. الفلوس كثرات عند داك الراجل، وحتى من الخلصه ديالي اللي موعدني بها عطاها ليا مدوبله. قال لي هادشي كله بسببك. داز داك الشهر وكريت بوحدي، كريت واحد الدار اللي كانت زوينه وعلى قد الحال، ولكن كانت نقيه بزاف ومكالميه بعيده على الناس وعلى الصداع. واحد النهار وانا متكي كنت ديك الساعه يلا رجعت من الخدمه وصليت العشاء، حيت كيف ما قلت لكم رجعت كنصلي، وداك التسابيح ما كيفارقش يدي، ديما كنذكر الله. وانا هكاك حتى سمعت الدقان في الباب، بقيت مستغرب وكنقول شكون اللي غيجي عندي في هذا الوقت، اصلا ما كيعرفني حتى شي واحد ساكن هنايا. حليت الباب وانا نتفاجأ، لقيتهم هما داك الراجل هو وديك المراه كانوا واقفين عند الباب. الراجل قال لي حنا طالبين ضيف الله. قلت ليه كيفاش عرفتوني هنايا؟ قالوا لي انت فين ما مشيتي حنا معاك. قلت ليه شكون نتوما بعدا؟ واش من العائله ولا شنو؟ راه منين كنت صغير وانا كنشوفكم، بغيت غير نعرف شكون نتوما. دخلتهم، جلسوا بجوج بيهم، هو على اليمين وهي على اليسار، وكيشوفوا فيا وحاضيني لدرجه انهم وتروني. ما بقيتش عارف حتى كيفاش ندوي ولا نهضر معاهم. من بعد شحال ديال الوقت وحنا ساكتين عاود سولتهم وقلت لهم شكون نتوما؟ نطق داك الراجل وقال لي ما تخافش ولدي، حنا ما غادينش نعاديوك، حنا من الجن المسلم، وحنا الارث ديالك ورثتينا على الوالده ديالك، كنا معاها ودابا جينا لعندك واعتبرنا والديك من الجن. حنا غادي نعاونوك وغنبعدو عليك الناس الخايبين ونقربو منك غير الحاجه الزينه. هو كيهضر وانا غير مصدوم وحال فمي. فعلا عاد بديت كنستوعب، هاد الناس اصلا من النهار الاول بانوا ليا غراب، حتى اللون ديال وجههم في شي شكل كان بيض بزاف وماشي البيوضيه العاديه ديال الناس، وكانت عاطيه منهم واحد الريحه نتمنى غير تبقى تشم فيها. قلت لها الا كنتو من طرف الوالده نهزكم فوق راسي. تبسمات ليا وقالت لي راه خصنا نمشيو، جيب لنا شويه د الحليب والخبز بحال اللي كانت كدير امك الله يرحمها. قلت لهم واخا هي الاولى. نط، وملي رجعت عندهم ما لقيتهمش، ما فهمتش كيفاش خرجوا، ولكن بقيت كنضحك وكنقول شوف كيفاش كنتو كيفاش رجعت. الحمد لله اللي رجعت للطريق. ديك الليله كامله وانا كنسبح واموري غاديه وكتيسر، وحتى داك الراجل اللي كنت خدام معاه ما كان ناقصني معاه حتى شي خير، كل مره كان كيزيدني في الخلصه ديالي. 5 سنين دابا وانا خدام معاه، الحمد لله حتى انا قريب ندير المشروع ديالي ونولي نعول على راسي. اما الوالد ما بقيت سمعت عليه حتى شي حاجه، ما بقيت شفتو ولا عرفتو. داك الراجل ومراتو كانوا ديما كيجيو يزوروني تقريبا كل اثنين وخميس. وليت حتى انا بحال الوالده، ديما كنشد الحليب والخبز وكنديرو في العتبه، واللي كنفيق ما كنلقاهش. هادو كانوا غير شي حوايج بساط اللي طراو معايا، ما عاودتش لكم كلشي، ولكن غير بغيت نقول لكم تاكدوا بان هادشي بصح وقع. وبزاف الناس اللي كيطرا معاهم هادشي ولكن ما كيبغيوش يعاودوه حيت كيبغيو الستره. كانت هذه هي قصتي، بصح تعذبت بزاف في حياتي، ولكن الحمد لله اليوم انا عايش بخير. كنشكر كاع الناس اللي سمعوا لي قصتي، وكنشكر مول القناه اللي وافق انه يبارطاجيها مع الناس. خوت هنا كتسالي قصتنا ديال اليوم.